ايه رأيكم النهاردة نعمل منين بالعجوة ومنين السادة بطريقة بسيطة وسهلة. تقدري تعمليها لو أول مرة هتعمليه هيطلع معاكي بالمنظر الجميل ده طيب وطعمه في منتهى الجمال. والمقادير صغيرة تقدري تضعفيها. وزي ما انتم شايفين طالع في منتهى الجمال لون وطعم وريحة. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. أول حاجة بجيب بولة بحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة من السكر، وبحط كوباية من زبدة على زيت أو زبدة على سمنة أو سمنة على زيت. وبحط نص كوباية من اللبن مع المية، يعني خليط من لبن ومية مع بعض. وبحط كمان ذرة من الملح. وبحط 3 كوبايات ونص أو حسب الدقيق اللي عندك، بتحطي لحد لما بتحسي إن العجينة لمت معاكي. وبحط معلقة من الشمر واليانسون، بيكون متحمص على صينية بدون أي إضافة أي دهون. وزي ما انتم شايفين العجينة لمت معايا، ودي العجوة بتكون مطحونة بحطها على النار في مقلاة. وبحط معاها معلقة من الزبدة وشوية من القرفة وشوية من السمسم. وبعد كده بعمل رول وبضيف جواه العجوة، وببدأ ان انا اقطعها زي كعب الغزال، وببدأ ان انا احطها في الصينية عندي، او ان انا بعملها بنفس الطريقة بس بحط فيها العجوة على كيس بلاستيك. ببدأ افردها وببدأ احطها على قطعة من العجينة، وابدأ الفها رول واقطعها. ببدأ بقى قبل ما اقطعها بحط السمسم والف الرول عليها عشان السمسم يبدأ يغطي كل الطبقة الخارجية. ببدأ اقطعها بنفس الطريقة الى برضو نفس الطريقة زي كعب الغزال اللي بناخده من الافران. وبرضو ممكن اعملها بطريقة عشوائية، بحط العجوة داخل قطعة من العجينة والفها برضو على هيئة برضو اسطوانة، أو ممكن نعمله على هيئة دواير. وببدأ بالشوكة كده أخرمها عشان يدخل السوى داخل العجينة. ممكن أقطعها إلى جزئين نصين يعني، وممكن أسيبها زي ما هي وبرضو أحطها في الصينية عندي. ممكن أعمل السادة بقى اللي أنا بعمله برضو على هيئة رول كده، وأبدأ أقطعه سمبوكسات أو صوابع، وأبدأ أحطه برضو في الصينية. ده هيكون سادة. بعمل ممكن سبعات وتمانيات زي ما انتوا شايفين كده، برضو داخله بيكون العجوة بالمنظر ده. وابدا احطه في الصينيه واحطه على درجه حراره 180 درجه في الرف الاوسط. واول ما احس ان هو استوى من تحت بولع عليه الشوايه، وبيطلع بالمنظر الجميل ده طعما وشكلا. هتلاقوه في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله. مش هيفوتكم الطريقه دي. ان شاء الله هتكون جميله جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله.